بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. وزير تونسي يصدم الجنرالات: علينا استعادة الصحراء التونسية من الجزائر. وزير تونسي يصدم الجنرالات علنيا: علينا استعادة الصحراء التونسية من الجزائر. طالب وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس باستعادة الصحراء التونسية من الجزائر. وقال الوزير السابق في تصريح إذاعي: تونس سعت لاسترجاع صحرائها من الجزائر منذ الاحتلال الفرنسي، لكن الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول رفض ذلك وأضاف: وقعنا اتفاقية مع الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال لاسترجاع الصحراء، مضيفا أن الرئيس الجزائري أحمد بن بلة وافق على إعادة الصحراء التونسية تشمل مساحة كبيرة من المناطق الشرقية حاليا في الجزائر بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر. ولكن بعد الانقلاب العسكري في الجزائر تم التراجع عن الاتفاق مع تونس، وأرادوا أن يفعلوا ذلك مع المغرب، لكن الأخير رفض هذا الأمر. وجدد الوزير السابق مطالبته باستعادة أراضي بلاده، خاتما بالقول: لست سعيدا بهذا وسنستعيد حقنا ذات يوم. فضلا منكم وليس أمرا مني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.